مرحبا، بتمنى تكونوا بخير. وصفتنا لليوم منعشة خاصة بهالطقس الشوب. رح نحضر اليوم ليمونادة بالنعناع أو منتد ليمونيد بطريقتي الخاصة، كتير سهلة ولذيذة جدا. أول خطوة ببريق الخلاط. عندي هون نص كوب من العصير الحامض، حوالي الحامضتين لتلاتة إذا كانوا صغار، ورح ضيف فوقهم كبيتين من المي البارد جدا، وكمان رح ضيف فوقها تلت كوب من السكر أو السكر هون حسب الرغبة. أنا حطيت تلت كوب، طلع طعمها كتير لذيذ. وعندي كمان نعناع أخضر، حوالي الكمشة هيك قد إيدنا، كمشة حرزانة من النعناع الأخضر الطازة. وهلأ رح أخفق هالمكونات كلياتها مع بعضها. من بعد ما خفقتهم كتير منيح مع بعض صاروا عندي بهيدا الشكل. هلأ رح ضيف عليهم حوالي الكوب من مكعبات التلج، ورح أرجع أخفقهم مرة تانية. ومن بعد ما خفقتهم كتير منيح هلأ صار وقت التقديم. عندي هون كوب التقديم كنت حاطته بالفريزر لحتى يضل المشروب عندي بارد لأطول وقت ممكن. وهلأ صار وقت نقدم العصير. متل ما شايفين كتير سهل وطعمه كتير لذيذ. حبيت زينه بشرحة من الحامض بهيدا الشكل، وهيك بيكون صار عنا العصير جاهز. فيكن تقدموه بأي كباية انتو بتحبوها وبأي طريقة انتو بتحبوها. بتمنى تكونوا حبيتوا وصفتنا لليوم، منتد ليمونيد على طريقتي، سهلة وسريعة وطعمها كتير لذيذ. صحتين.